الفترة اللي فاتت دي زي ما أغلب الناس كانت عارفة كنت بمر بظروف صحية صعبة جدا وما زلت بعاني من بعض الأمور، ولكن ألف حمد وشكر اتحسنت كتير جدا عن الفترات اللي فاتت. وبالمناسبة شكرا لكل الناس اللي حاولت تتواصل معايا وتسأل عليا. المهم، تقدر تقول كده إن الفترات اللي فاتت دي كنت منعزل تماما عن السوشيال ميديا، وتحديدا عن أخبار الزمالك. آخر حاجة كنت عارفها عن أخبار الزمالك واتكلمت معاكم فيها هو التعاقد مع المدير الفني الجديد رازوفيتش، وكنا خلاص مستنيين المدرب ده يجي مصر عشان يتولى القيادة الفنية للزمالك. بس من بعد ما بدأت اتحسن شوية وارجع تاني للسوشيال ميديا والاخبار الزمالك، لقيت ان في حاجات غريبة جدا حصلت، وللاسف كل الاخبار كانت بتشير اننا بنمتلك اسوأ إدارة فنية عبر تاريخ الزمالك. انا عايزك تتخيل الصدمة اصلا اللي انا كنت فيها وانا بسمع ان جون ادوارد مشى، ومعتمد جمال رجع الزمالك من تاني، سيف الجزيري مشى، واحد زي اخوان بتزيرة وشيكو بنزا وعبد الله السعيد مش عايزين يرجعوا المعسكر، معسكر الزمالك اللي لسه بادئ من كام يوم، برغم ان الانديه بتاعت الدوري الممتاز كلها بدات معسكراتها، وانديه زي الاهلي وبيراميدز عاملين معسكراتهم في اوروبا، واحد عامل معسكر في اسبانيا والتاني عامل معسكر في تركيا، في حين ان الزمالك عامل المعسكر بتاعه في العاصمه الاداريه الجديده، مش عارف يجمع لعيبته اساسا، وتقريبا اخر فريق في مصر عامل المعسكر بتاعه. وكل الاخبار اللي انا بقولها لك دي وكل اللي بكلمك فيه تقريبا حصل في اسبوع واحد بس، اسبوع واحد ما تابعتش فيه اخبار الزمالك. وبيني وبينك عزيز الزملكاوي، انا مش متفائل نهائيا بالموسم الجديد ده. فلو واحد يقول لي يا كابتن هادي، واحنا من امتى اساسا بدأنا موسم مع الزمالك واحنا متفائلين؟ طول عمرنا متعودين مع الزمالك ان هو بيبدأ الموسم بتاعه كده، ومع ذلك ممكن يعمل معجزة او يحقق المستحيل ويكسب دوري او يكسب كاس زي المواسم اللي فاتت. وفي الحقيقة زي الزملكاوي انت عندك حق في الكلمتين دول، ولكن المستحيل مش هيتحقق في كل مرة. المستحيل مش هيتحقق وانت اساسا لا تملك اي مقومات عشان تحقق المستحيل ده او حتى تساعده ان هو يتحقق. للاسف منظومة الزمالك الحالية اصبحت منظومة بلا نظام بلا سيستم، اللي عايز يعمل اي حاجة بيعملها. اما بالنسبة للادارة الحالية فما اعرفش بصراحة دي المرة الكام اللي الادارة بتحاول تثبت فيها ان هي ادارة بلا كرامة بلا شخصية بلا اي حاجة خالص. تعالى كده مع بعض عزيز الزملكاوي نتكلم عن مشاكل الزمالك واحدة واحدة ونفنطهم، بحيث ان انا كنت غايب فترة طويلة اللي هي اسبوع تقريبا يعني ما اتكلمتش عن اخبار الزمالك. فتعالى كده مع بعض نتكلم عن مشكلة مشكلة. تعالى نبدأ مثلا بمشكلة شيكو بنزا وعبد الله السعيد وخوان بتزيرة، الثلاثي اللي مش عايز يرجع المعسكر بتاع الزمالك. هل هم عندهم حق؟ في الحقيقة هم عندهم حق، لان اداره الزمالك هم اللي عودتهم على كده. وده لان لسه قايل لك من شويه الزمالك اصبح نادي بلا نظام، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، وده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي. وثانيا اداره الزمالك بلا شخصيه وبلا كرامه. الزمالك فعلا بيمتلك اداره دلوقتي ما عندهاش شخصيه نهائيا، واظن ده واضح جدا مع لاعب زي اخوان بتزيرة اللي هو كان فاموس وابن النادي ومن ناشئين متعاقبه في الموسم اللي فات. دلوقتي الراجل لعب معانا موسم واحد بس عايز يحترف، وده طبعا مش منطقي نهائيا ان انت تلعب موسم واحد بس مع الزمالك من اصل 4 سنين تقريبا، ومن بعدها عايز ان انت تتباع لفريق هيديك مرتب اعلى. وخلي بالك ممكن خوان بتزيرة يبقى عنده حق تماما في القصه دي. خوان بتزيرة زيه زي اي لاعب اجنبي، مهما كان بيحب النادي مهما كان بيحب جماهيره، ولكن ده لاعب اجنبي يا جماعه، جاي لك من البرازيل عشان يلعب في مصر عشان ياخد فلوس، مش عشان كل موسم او كل شهر يطالب بالفلوس بتاعته والمستحقات بتاعته. كذلك الامر على فكره مع واحد زي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هو كمان من حقه ان هو يقفل الموسم بتاعه او مستحقات الموسم بتاعه في الموسم اللي فات عشان يبدا معاك موسم جديد. ما ينفعش ان انت تطالب لاعب ان هو يجي يلعب موسم جديد وهو اساسا لسه ما خلصش الفلوس بتاعته او مستحقاته في الموسم اللي فات. اما بقى اكبر مشكله واكتر خبر سيء انا سمعته للزمالك في الفتره اللي فاتت دي هو اقاله كابتن جون ادوارد. ومعلش يعني عايز اقول لك على كلمتين بسرعه كده. جون ادوارد المشاكل اللي هتحصل بسبب ان هو استقال او مشى يعني من الزمالك مش هتظهر دلوقتي، هتظهر في نص الموسم بتاعك، هتظهر لما مثلا تعوز تمشي مدير فني زي معتمد جمال وتجيب مدير فني غيره. كل المشاكل بتاعت الزمالك اللي كان مداريها بشكل كبير جدا جون ادوارد في الموسم اللي فات هتظهر الموسم ده، وللاسف مفيش حد غير جون ادوارد كان يقدر ان هو يداري عليها زي الموسم اللي فات. عندك بقى مشاكل زي المستحقات، مشاكل زي اوضه اللبس اللي ما كانش حد بيسمع صوت ليها نهائيا، برغم ان هي كانت اكتر اوضه لبس في مصر فيها مشاكل. لعيبه الزمالك في الموسم اللي فات، وده كلام على لسانهم هم يعني، ان جون ادوارد اكتر واحد كان بيسلفهم فلوس في ظل ان الاداره ما كانتش بتدي للعيبه فلوس. فهل بقى اداره الزمالك هتلاقي شخص زي جون ادوارد يعرف ان هو يقفل كويس على الفريق،
يعرف ان هو يحل ازمات زي مثلا ازمات الفلوس دي؟ انا بصراحه ما اعتقدش. الزمالك كمان عنده مشكله كبيره جدا من وجهه نظري يعني، وهو تاخير معسكر الاعداد للموسم الجديد. خلينا متفقين عزيزي الزملكاوي ان معسكر الزمالك في الموسم الجديد ده كان لازم يبدا بدري عن كده بكتير جدا. ليه؟ لان انت في الموسم الجديد اعتمادك الكل هيبقى على الناشئين اللي ما خدتش فرص كتيره في الموسم اللي فات، فمحتاجه فرص وان انت تكتشفها اكتر في الموسم الجديد. الموسم الجديد اللي انت كنت محتاج تدخل فيه العناصر الشابه والناشئين في اكتر من ماتش ودي. وطبعا الناشئين دي محتاجين وقت اكبر عشان يقدروا يتاقلموا مع الفريق الاساسي بتاعك والعناصر الاساسيه، مش زي ما حصل كده في الموسم اللي فات قعدت تقول لا انا مش هبدا بالناشئين لان هم محتاجين وقت والموسم بتاعي ضيق. من ضمن المشاكل اللي موجوده برضو ودي ناتجه عن تاخير المعسكر بتاع الزمالك هو حل كابتن معتمد جمال للمشكله دي، وان هو هيرفع المعدلات البدنيه في التدريبات. وده طبعا لما تيجي تفكر فيه كده هتلاقي ان هو ده مش حل، لان بنسبه كبيره جدا لما تيجي ترفع المعدلات البدنيه مره واحده للاعيبه بتاعت الزمالك هيخش الموسم الجديد باصابات عضليه. ومن حسن حظك في حته تاخير المعسكر دي ان انت اول ماتش في الدوري هتقابل فريق الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري خلينا اقول لك ان هو عامل 15 صفقه، يعني فريق هيلعب معاك اول مباراه من رابع المستحيلات ان هو يبقى متاقلم او اللعيبه واخده على بعضيها. وده بالمناسبه على فكره هيساعدك جدا ان انت توقف لعيبتك على رجلها من تاني وان هم ياخدوا على اجواء الدوري واجواء الماتشات. وزي ما قلت لك عزيزي الزملكاوي انا مش متفائل نهائيا بالموسم الجديد ده، لان ربنا زي ما قال كده لكل مجتهد نصيب. ما ينفعش انا يبقى عندي اداره ما بتعملش اي حاجه، ما بتحاولش ان هي تجتهد في اي حاجه، وفي ادارات تانية بتعمل معسكرات في تركيا وفي اسبانيا وبتلعب برشلونه، وانا رايح الاعب البلاستيك ومودرن سبورت. فطبعا لكل مجتهد النصيب. انا شايف ان الزمالك محتاج معجزه اكبر من المعجزه بتاعت الموسم اللي فات عشان حتى يبقى في المربع الذهبي، مش ان هو ياخد دوري. باذن الله هيبقى فيه فيديوهات تانية هنتكلم فيها باستفاضة أكتر عن الزمالك ومشوار الزمالك في الدوري. كان معكم أدي هشام، مع السلامة.